اربطي بنتك في السرير واتفرجي على الفيديو ده عشان الفيديو ده توعوي، وما تخليهاش تروح تعمل عمليات تجميل. عندك معلومه ايه اللي بيعملوه دكاتره التجميل جواكي علشان تبقي انثى؟ انا هوريكي بعينيكي ايه اللي بيتحط جوه الجسم عشان عشان تمشي بيهم كده وتعمل تلا صفوان وغيرها من اللي اتأذوا من العمليات دي طلعوا حكوا كان عندهم الجراءة عشان البنات اللي بتفكر تعمل العمليات دي تغير رأيها او تفكر مليون مرة قبل ما تروح لأي دكتور تعمل عملية تجميل. بنت اللي قدامكم في الصورة دي بتحكي ان هي راحت عملت عملية تجميل في منطقة معينة، فالمادة اللي هي حطتها واللي هي معروضة جوه الفيديو جايباها في جردل بتوريكم ايه اللي بيتحط في جسمكم عشان ما فيش دكتور هيوريكم ده. بنت جايبة المادة انها انفجرت في المنطقة اللي هي حطاها فاتضرت ضرر كبير، عملت لها اخرام. البنت ما غمرتش بحياتها وراحت سحبت المادة دي من جوه جسمها وجايباها في جردل عشان توريها للبنات عشان تتعظ. بنتي دي دفعت للدكتور فلوس كتيره جدا على انضف ماده يحطها لها جوه جسمها. هحط لكم الفيديو جوه الاكونت عندي او في اول كومنت. بعد ما تتفرجي على الفيديو ترجعي لي قولي لي تفتكري بعد اللي انت شفتيه ده تفكري انك تعملي عمليه تجميل في وشك او في اي منطقه في جسمك ولا لا؟